نصيحة سجين. نصيحة سجين. كنت أتعاطى عند واحد يشتغل وظيفة مرموقة، وكنت أنا مثل العبد عنده، مثل خدام. جيب روح تعال عشان أتعاطى، ود تعال روح، اصعد فوق انزل تحت، بس علشان أتعاطى. كبست علينا الحكومة وكانت فيها كمية كبيرة، وهذا مرموق من أسرة محترمة، كني أنا ماني محترم بس هو محترم، وحنا قاعدين في السوبر رايحين لإدارة مكافحة المخدرات. يبي يقول لي تكفى أخوك، قلت نعم. قال شيلها عني. قال تكفى ثاريك، ما انت برجال، وانت والله ما حد يشد فيك الظهر. قلت ابشر، اشيلها وانا اضحك. وقاموا يطقوني إدارة مكافحة المخدرات، يسوون لي حفلات بدون كيك، ويقول لي الضابط والله انها مو بلك، وانا اقول له معاصي لي. يقول لي حرام عليك راح تروح سجن. اقول لك لي. واروح للشيخ، والشيخ يقول لي اتقي والله مو بلك يا اخي، والله مو. قلت له يا شيخ تبيني انا اظلم ناس ثانيين؟ هي لي انا شايلها عنه، عشان لما اروح السجن ولا لما تنبثر بالحاره يقولون ان انا رجال. شوف الرجوله بينوع. فدخلت السجن، ويوم من الايام كان على وتر الغداء جاء نادوني قال تعال وقع ورقتك ولا القى حكمي 7 سنين سجن. 7 سنين سجن من عمري اهديتها حق واحد نذل. 7 سنين سجن من عمري ومن حياتي اهديتها حق واحد ما يسوى شيء. والله إن ما وقف على السجن وزارني يوم ولا ذكرني يوم وانا في السجن. بعد شهر ونص ما شهرين جاني اخوي قال لي جاك ولد سنسميه. قلت له سمه صالح. واشتغل قلبي على ولدي، ابي اشوف ولدي. وقمت اقول حق نفسي لو اني انا ما تعاطيت البلاوي كان انا عندي ولدي، كان عند امي. والله كان يمر رمضان علينا والعيد وكل مناسبة دموعنا مثل الجهال. بعد 7 سنوات و5 أيام طلعت من السجن. كان مفروض أروح أشوف ولدي لأن عمره ولدي 7 سنوات وشهر. مفروض أن أروح أشوف ولدي عمره 7 سنوات. قال لي إلا أبوك مسافر أمريكا يجيب لك شهادة. فأول ما طلعت من باب السجن عجاني الشيطان، لا تروح البيت وانت صاحي ما يصلح، روح حق الرجال اللي شلتها منها 7 يمكن يعطيك شيء تمشي حالك. فركبت تاكسي ومن بوابة السجن إلى بيت الرجال. طقيت الباب طلع لي ولده. قلت له أبوك وين؟ أقول له يوسف الصالح عند الباب اللي شايلها عنك. قال لي لحظة دش. قال لي أبوي تقول لك نايم. أفا قول له يوسف الصالح شو نايم؟ سويت رجع عند الباب. طلع الرجال قال لي أنت ما تستحي على وجهك تطق الباب علي. أنت الحين أصبحت ذي أرباب سوابق، أنت مشبوه، لا تطق الباب علي. هو ما يندري أني أنا انشبهت منه. هو هذول صدقاء السوء اللي في يوم من الأيام نعزهم عن والدينا. هذول صدقاء السوء اللي في يوم من الأيام نحترمهم أكثر من أهلنا، والله أكثر من أهلنا. وبعدين الحين يوم طردني الرجال قلت بروح أشوف ولدي. فاتصلت بأخوي تلفون من عند البقالة وقلت له أنا طلعت من السجن وركبت بتاكسي وما كان عندي فلوس كفاية وتعال أخذني. فجاني، فكانت عندي شنطة سوداء وركبت وياه. ويوم وصلنا عند الباب ولا في يهال واجد عند الباب يصفقون يقولون عمي جه. وكان صالح ولدي معاهم يصفق معاهم يقول عمي جه. وكنت خجلان لاني ما نعرف صالح منهم فيهم. والله يا شباب كنت خجلان اني ما نعرف صالح منهم فيهم. حتى نزلت من السيارة وما كان ودي انزل. كنت نودي اسأل اخوي وين صالح، كلهم يقولون عمي ما قال بابا. وانا نازل من السيارة وجاييني الصغار قام أشر اخوي من فوقي قال لي هذا صالح، يأشر من فوقه. يوم جيت لميته قال لي شلونك يا عمي؟ قلت له انا بابا. قال لي بابا انت وينك؟ بابا لا تروح عني بعيد بعد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولا باليت هالكلام العصر بالليل أنا متعاطي، ما كانت في نية صادقة.
لا سجون ولا مستشفيات، لأن ما كان في نية صادقة. وهمت، وبعد 6 شهور وانصاد وادخل 1.5 سنة في السجن. حياة أصبحت سجون، مصحات مصحات سجون. انعدم فيني الإحساس، راحت فيني المشاعر. صدقوني يا أخوان، والله 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 إذا بتدعي على عدوك ادعي على أن يدمن مخدر. ما في إحساس. دخلنا على مروج في يوم من الأيام اللي بنشتري منه مخدر، فتحنا الباب وجينا دخلنا الصالة، ولا واحد ساجد كنا قاعد يصلي. فقلت له يا عم سيد ايش فيه فلان؟ قال طفه. رادوا طفاه. ايش معنى الطفه؟ ايش معنى الطفاه؟ يعني مات، يعني مات. بكل برودة يقولها، بكل برودة يقولها. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. وما الحياة الدنيا